الزاهدة تفاءل شعبنا بمقدم رسول السلام رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد. وظلت ذات الابتسامة هو الترحيب إذن على الطريقة السودانية. ظلت ذات الابتسامة التي صافح بها الجميع هي الطريق الذي رصف مسارات التفاوض رغم التحديات، سيما والشعب السوداني يبادل أثيوبيا حبا بحب. أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. Your Excellency أصحاب السعادة General عبد الفتاح الجنرال عبد الفتاح البرهان، البرهان، Heads of States and Governments، السعادة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، أصحاب السعادة، Chairperson of السيد African Union، موسى فاكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الإخوة والأخوات في السودان. It is with great honor يشرفني that I stand here أن before you أقف أمامكم bearing اليوم witness to this أشهد هذا اليوم التاريخي الذي يمثل بداية مرحلة جديدة لهذه الأمة العظيمة. نحن اجتمعنا هنا اليوم لنحتفل بالسودانيين الذين قدموا الكثير من التضحيات من أجل نيل حريتهم، ونحن نحيي تحية خاصة للشهداء الذين دفعوا بدمائهم من أجل تحقيق الديمقراطية. وكما يرقب العالم أجمع هذه الاتفاقية ما بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير. هذه لحظات حاسمة نتذكر بها هؤلاء الذين مضوا وضحوا بدمائهم ولم تكن تذهب هباء منثورا. ونحن الآن هنا هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم وفضلوا ديارهم، هؤلاء الذين فضلوا مصالح بلادهم على مصالحهم الشخصية حتى يثبتوا للعالم أن الحوار هو السبيل الأوحد لتحقيق وضع فيه الجميع منتصر والجميع فائز. لقد أثبتتم جميعا أن التئام الأفارقة لحل مشاكلهم دائما هي المنارة التي تنير لنا دربنا والتي تحقق لنا الوحدة. سيداتي وسادتي، إخوتي وأخواتي في السودان، إن الشعب وحكومة إثيوبيا يحتفلون معكم اليوم. إن انتصاركم انتصار لنا، وأن آلامكم أيضا هي آلامنا. إن العلاقة ما بين إثيوبيا والسودان هي مرت بالعديد من المراحل، وهي علاقة تاريخية وقد دائما بالتضامن والقوة. أنه من المفهوم أننا دائما متضامنون، وهنالك علاقات تاريخية ما بين بلدينا. وأما بالنسبة للوضع الحالي والعلاقات الدبلوماسية والمستقبل، هي تقوم على 3 دعامات تعمل على تقوية وتعزيز العلاقات ما بين السودان وما بين إثيوبيا.
with the genuine vested interest نحن برعاية مصالح السودان ومصالح إثيوبيا نحن التزمنا من جانبنا أن ندعم الانتقال السلمي في السودان، هذا الشعب المحب للسلام. It is critical to recognize أنه من المهم جدا أن نعرف أن الرحلة لهذه اليوم لم تكن سهلة، ولأن الاتفاق كان دائما صعبا، ولأنه دائما ما كانت هنالك بعض المشاكل الفنية وكانت هنالك بعض العواطف